بص الجمال. بص بقى، ده الخلفي. ده الخلفي للمول. هنا هو بتوع اسمه ايه، الكوارع والاسماك والحاجات دي تحت. بيطلعنا على الدور التاني. نطلع مع بعض كده الدور التاني، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنصور في مول محطة مصر الجديد. وادي الاسعار داخل المول. طبعا كل حاجة لها سعرها. شوف العطارين، احنا في مول محطة مصر الجديد. بسم الله ما شاء الله، تغيير كبير جدا. هنا الباب ده بيطلعنا على السوق من بره بقى، بس طبعا المكان بره فاضي خالص. هنا الفلفل الاحمر والبطاطس ب5. مموري. تغيير شاسع واحلى بكتير طبعا. المكان ده كله خاص بالخضروات والفواكه زي ما انتم شايفين كده. بجد انا اول مره اخش، بس بجد سعيده قوي ان المنظر حلو قوي كده. بجد حاجه مشرفه لاي حد يجي اسكندريه. طبعا اللي متابع معايا او في عندي فيديوهات تاني في القناه لمحطه مصر قبل التعديل وقبل التغيير الجميل ده اللي احنا شايفينه مع بعض. الاسعار حلوه جدا، رخيصه برضو زي ما كانت على فكره، مش غاليه. بصوا نمط القرنبيط ب5 و3.5، والخيار الخرشوف ب5. بسم الله ما شاء الله. هو هنا خاص بالحاجات دي، الخرشوف والقرنبيط والكروم. والله ينور. وهنا الطماطم ب6.5 اهو، ب3.5 و5 جنيه الجزر. اسعار كلها زي ما كنت مصوراها في السوق العادي. هنطلعوا فوق دلوقتي. فوق في ايه؟ فوق لسه فوق ما اشتغلوش. فوق لسه الناس ما اشتغلتش، يعني هيكون ايه ما تعرفش. فوق الدور التاني ده كده، هنا الدور الارضي، يعني احنا هنا كده في الارضي، وهنا بقى كده في سلم كهربائي اهو بيطلعنا على الدور التاني. نطلع مع بعض كده الدور التاني، يلا. احنا كده طالعين على الدور التاني اهو، اول دور. مش كل المحلات فاتحه. اللي انا سالت دلوقتي تحت قالوا لي هنا هيكون بقى موبايلات، ملابس، حاجات كده يعني. وتحت قسم الخضروات والفواكه والاكلات والحاجات دي كلها، والعطاره والحاجات دي. هنا كده خردوات، في ملابس كده زي ما حضراتكم شايفين معانا. وهنا اهوت محلات موبايلات. انا جايه يوم الاحد، فمش عارفه هل في ناس قافله النهارده ولا هو فعلا لسه محدش فتح يعني. هنا بقى كده اهو، بصوا محطة مصر من فوق. بصوا المنظر، بصوا الجمال. بصوا بقى، ده الخلفي. ده الخلفي للمول. هنا هو بتوع اسمه ايه، الكوارع والاسماك والحاجات دي تحت. بصوا ما شاء الله المكان كبير. نعم. هنا محلات الملابس. هنا ملابس
بس شكلها ستوكات يعني مش ملابس جديدة. الناس بتوع محطة مصر والناس اللي هناك كلها ناس بسيطة جميلة. وفعلا معظم الناس اللي مأجرة هنا أو واخدة الأماكن معظمهم فعلا من الناس اللي كانوا بيبيعوا في محطة مصر. يعني أنا الوجوه بالنسبة لي شفتها قبل كده، حتى بتوع اللمض كنا برضو فرشين كده. ربنا يرزق الجميع يا رب ويجعلها فتحة خير على الجميع. هنا كمان اهو محلات ابو احمد للملابس الجاهزه. مش استوكات طبعا، دي حاجات جديده كلها. ونوت الهامشيه خلدوات وكده زي ما انتم شايفين. طبعا اشكال كتير، انواع كتير. الحمد لله المكان بقى شكله شيك قوي. انا فرحانه جدا. وليد الديب الملابس الجاهزه، جميع انواع الملابس الداخلي والخارجي. ورقم الموبايل اهو لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه من اللي عنده، ملابس حريمي وداخليات وحاجات للبيت. تعالى شرفونا وفي عرض. تعالى شرفونا وفي عرض. اللي هياخد بروش عليه شرفين. عليه شرابين. خلاص تمام. نستنتر منك الله للملابس الاطفالي والولادي، اولادي وبناتي. احنا كده في الدور الاول من المول.